ابنك بيكذب، تتصرفي ازاي؟ قبل ما اقولك تتصرفي ازاي لازم نتفق على انك اوعي تقولي له انت بتكذب او انت كذاب، لانك لو قلتي له كده هيعرف ان دي الفكره اللي انت واخداها عنه، وهتفضل دي الصوره اللي واخدها عن نفسه، وعمره ما هيحاول يغيرها عندك او عنده. طيب تعملي ايه؟ اول حاجه لازم تعرفي ان انت وباباه لازم تكونوا قدوه، لان الطفل ما بيبقاش فاهم انه الكبار بيعملوا تصرفات غلط، هو بيبقى شايف ان اي حاجه بيعملها الكبار هي حاجه ممكن هو كمان يعملها، وبالتالي هو لو شافكم بتكذبوا في حاجات بسيطه هيقلد كده. فحاولي تكوني انت وباباه قدوه، وتقللوا على قد ما تقدروا الكذب حتى لو في الحاجات البسيطه. اتنين، حاولي تحافظي على هدوءك لما تكتشفي ان هو كذب. اكتشفتي ان هو كذب، حاولي تحافظي على هدوءك، ما تزعقيش، ما تعاقبيش، ما تتنرفزيش، لانك لو عملتي كده هيخاف اكتر وهيفضل يتمادى في كذبه ومش هيقولك الحقيقه ابدا. طيب تلاتة، انت هاديه اهو، اعرفي منه بقى فين اصل الكذبه، بيكذب ليه، يعني حاولي تساليه بهدوء وباهتمام حقيقي هو كذب ليه. اعرفي هل هو مش عارف الحاجه، مش حابب الحاجه، خايف من رد الفعل، خايف من العقوبه. خلينا نفترض انك سالتيه مثلا انت عملت الواجب، وهو قال لك اه انا عملت الواجب، واكتشفتي فيما بعد ان هو ما عملش الواجب. طيب يا ترى هو مش عارف الواجب؟ يا ترى هو نسي كتابه في البيت اللي هيحل منه الواجب؟ يا ترى هو خايف من العقوبه انه يقول لك اوكي انا حليته غلط، او خايف ان انت تعاقبيه باي شكل من الاشكال؟ اعرفي فين اصل الكذبه، ليه بيكذب. ممكن يكون خايف من ردة فعلك، او خايف من رد فعل الكبار في العموم، سواء مدرسته، جار، اي حد قريب، اي اخ اكبر او كذا، او انه ممكن يكون خايف من حد من اصحابه، او ممكن يكون مش حابب يعمل الحاجه اللي اجبر ان هو يعملها، او ممكن يكون مش عارف يعمل الحاجه دي. فاعرفي فين اصل الكذب. بعد كده 4، اوعي تقعي في الغلطه اللي كل الامهات بتقع فيها، انك تستدرجيه يقول الحقيقه وتوعديه انك عمرك ما هتعاقبيه، ولما تعرفي الحقيقه تروحي منفذه العقاب ومعاقبه على طول. عمره ما هيصدقك تاني، وهيفضل يكذب على طول مره واثنين وثلاثه. طيب وصلنا للمرحلة دي، يبقى أكيد عرفنا إن في كذبة، وأكيد لازم يكون في عقاب، بس العقاب لازم يكون على قد العمل مش أكبر منه. إحنا بنعاقب عشان نصلح سلوك، مش بنعاقب عشان نهين أو عشان نعمل ألم عند الأطفال. ألم نفسي مش هيتنسي، فعمرك ما تعاقبي لا بالضرب ولا بالإهانة اللفظية، لأنه عمره ما هينسى الكلام اللي أنت هتقوليه. تمام. طيب هنحاول نفصل بين الحاجه اللي هو كان المفروض يعملها وما عملهاش، ودي نعاقب عليها بطريقه، وبين الكذب اللي هو كذبه، وده نحاول ان احنا نعزز قيمه الصدق عنده.